توحيد المعرفة والإثبات هو التوحيد العلمي، وهو توحيد الربوبية. توحيد المعرفة والإثبات أي من هو الله سبحانه وتعالى، أن نتعرف على الله جل وعلا، أن نتعرف عليه بأسمائه، نتعرف عليه بصفاته. ولا شك أن الإنسان كلما عرف الله أكثر كلما عبده أكثر، كلما أحبه أكثر، كلما خافه أكثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا تعرف الإنسان على الله أكثر سبحانه وتعالى، عرف أسماءه، عرف صفاته، عرف قوته، عرف جبروته، عرف رحمته، عرف علمه، عرف قدرته، عرف لطفه سبحانه وتعالى. كلما تعرف على الله أكثر كلما أحبه أكثر، وخافه أكثر، واتقاه أكثر، وعبده أكثر. ويمثل هذا التوحيد سورة الإخلاص. ما هي سورة الإخلاص؟ عندما نقرأها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما فيها أوامر، ما فيها نواهي. ما الذي فيها؟ فيها تعريف بالله. من هو الله سبحانه؟ الله أحد، الله الصمد، الله لم يلد، الله لم يولد، الله لم يكن له كفوا أحد. كلها تعريف بالله تبارك وتعالى. فهذا توحيد معرفة، توحيد إثبات، توحيد علمي، توحيد ربوبية.